السلام عليكم. زي ما انتم شايفين كده حجر منزلي ومش عارف احلق دقني ولا انزل اروح احلق شعري عشان الحلاق بتاعي بعيد ومفيش قدام مني غير عم سعيد اللي تحت البيت بتاعنا. عم سعيد اللي ما بيغيرش موس الحلاقه من ساعه ما عرفته وبيحلق لكل الناس بنفس الموس. يعني تقدروا تقولوا كده صالون فيروسات متعدده تحت البيت بتاعنا. البتاع مش راضي يتقفل عليا، ده غير ان فاضل لي يومين كده وابقى عامل زي ده. ركبنا المايك. ينسون بقى عشان الملاعه ينسون بقى عشان الملاعه مش عارف اقول ينسون بقى مناعه ينسون بقى عشان المناعه ينسون بقى عشان الملاعه تبقى اسمها مناعه هيخلص اليانسون من غير ينسون بقى عشان المناعه تبقى زي الفل. يلا بينا. احنا مش متاكدين حادثه شيئيه، ناس تاني تقول لك لا ده هو جاي. انت متخيل يا عزيزي المشاهد؟ يلا بينا نبدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم طارق علوي. في بعض الكلمات العاميه كده اللي احنا بنرددها طول الوقت من واحنا صغيرين، وانا واحد من الناس بصراحه محتار في تفسير الكلمات دي. عندك كلمه كده زي خراشي، يا لهوي، معلش، وغيرها كتير من الكلمات اللي اهالينا افتكسوها وحرفوا فيها، لكن في الحقيقه دي ليها اصل. حتى الكلمات ليها اصل. يا ريت انتوا كمان تخلى عندكم اصل وترجعوا لي الجيجات اللي اتسرقت مني. مش كفايه النت عندي بطيء ومستحملكم بالعافيه؟ ايها الساده المشاهدين، الكلمات اللي هقولها يعرفها كل مصري، وفي الفيديو ده هقول لك اصل كل كلمه ومعناها. يلا بينا نبدا. كلنا بنقول كلمة يا خراشي، بس مش كلنا عارفين أصلها إيه وجت منين. يا خراشي يا خراشي يا خراشي بنقولها للعيال الصغيرة وفي أي حتة وأي موقف بنحصل بنقول يا خراشي. كلمة يا خراشي الناس بتاعت مصر هم أول ناس قالوا الكلمة دي، وأصل الكلمة دي إن أول شيخ في الأزهر كان اسمه محمد الخراشي، وكان شيخا ينصر الحق ولو كان ضعيفا، وما بيخافش من الظلم مهما كانت قوته. فكانت كلمة خراشي دي النداء بتاع الشيخ محمد الخراشي. فلو ظلمهم ظالم يقولوا يا خراشي، ولو ظلمهم حاكم البلاد يقولوا يا خراشي، كلمة تهديد يعني. ولو الناس اختلفت يقولوا يا خراشي. وصلوا لدرجة ان هم لما يسيبهم مصيبة يقولوا يا خراشي. يا خراشي يا خراشي يا خراشي، لا 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 خراشي. طز، والله ما بقول لكم انتوا، والله ما انتوا. كلمة طز بالتركي معناها الملح. زمان في العصر العثماني الملح كانت السلعة الوحيدة اللي معفية من الرسوم الجمركية، وكانت البحارة العرب اللي كانوا بينقلوا مواني البحر الأحمر أيام الحكم العثماني كانوا بينقلوا بقى في حمولتهم تبغ وبن وعطور وتوابل. فلما كانوا بقى بيشوفوا مفتش الجمارك التركي كده في الطريق بتاعهم يقوموا كلهم بصوت عالي يقولوا ايه؟ طز. يقوم فاتح لهم الباب ويمشوا. اشتغالها يعني معاهم طز ملح، يعني هم معاهم حاجات تانية. امال لما احب اخاطب الشعب المصري اكلم مين؟ اتصل ب 140 دليل يا فندم. مين فينا يا بلد ما تمعلش لحد دلوقتي؟ اعمل مشكله مع اخويا تقول لي معلش، اشتكي لمديري من ضغط الشغل يقول لي معلش، احكي لصاحبي مأساة حياتي يقول لي معلش، حب عمري تقول لي معلش، البواب قال لي معلش، بنت اختي الصغيره ضربتني بالقلم واختي قالت لي معلش، ابن اخويا عمل عليا بيبي واخويا قال لي معلش. يا جماعه انا اتمعلشت من كل حته، انا بقيت معلوش ماشي على الارض. قولوا لي معلش. والحقيقة بقى كلمة معلش دي معناها كان بيقولها القاضي زمان للي خد براءة، تعني ما عليه شيء. دلوقتي بقت معلش سلم على الشهداء اللي ما تحسس يالا. سادة أيها السادة، يعني قهوة سادة مثلا، ودي كلمة فارسية معناها يعني بسيط أو طبيعي. بالمصري كده يعني شوية شاي كده على البسيط كده ب50 يا باشا بدون إضافات أي حاجات كتير، فمعناها سادة. تقريبا سادة عندنا بقت من غير سكر خالص، أو سادة من فضلك من غير سكر خالص، دي بقت سادة دلوقتي مش عارف إزاي يعني. أما بقى كلمة شلق زي الست الشلق، ودي ليها معنى في الفرعونية القديمة وتعني يمتد او يمت. ولما بيتقال ان الست دي شلق معناها ان هي بقدرة قادر لسانها بيطول ويمط وتقول حاجات كده ملهاش تفسير، فمن هنا بقت شلق. اهبل دي بقى لها قصة تاني. خش بقى على اليوناني يا معلم. اهبل دي اصلا كلمة يونانية اصلها هبلوس. اصل الكلمة الحقيقية باليوناني هبلوس، لا مش لبوس، هبلوس يا عم، مش تبوس، هبلوس. يعني معناها من الاخر كده ساذج. النهارده
اول يوم المروحه تشتغل، يعني بيقولوا عليها البنك، اول يوم تشتغل. انا هعمل المقطع ده من غير موسيقى ولا اي حاجه. العب ابو الكورونا اللي ابو اللي زرعها يا عم، بلاش دوشه، هي دي الدنيا. ده انت راجل هلس قوي. وترجع كلمة هلس ايها السادة الى كلمة هيلوس، وهي كلمة يونانية معناها ان حاجة تلفت او باظت فتصبح هيلوس، والان اصبحت هلس. ايها الهيلوس، هلس تلفت وباظت يا هيلوس. المرمطة يا جماعة على رأي المثل، المرمطة الله الله. لقطة. واصلها ايه بقى؟ كلمة مرمطة دي اصلها كلمة فرعونية، والحقيقي اسمها مرماتا، وتعني الالام والوجع، بس طبعا اتحرفت لما وصلت هنا بقت مرمطة. مرمطة اقسم بالله اجيبك ملبوس. طب ثانية واحدة من فضلك، حق الرد ثانية واحدة من فضلك، حق الرد من فضلك. لاي حد. هي دي اهبل عبيط تنح. 3 كلمات معروفة ومنتشرة قوي الايام دي، يعني تقدر كده الناس بتقولها يوميا. ده اهبل يا عم، ده انت تنح. ممكن اقول لسعادتك حاجه؟ الراجل ده بيعمل كبده 100 100، الراجل ده صح الصح والكبده صح الصح. انت مال امك، مال امك انت. وال3 كلمات دول يرجع اصلهم ل3 لغات مختلفين من حضارات متنوعة. فالكلمة الاولى اللي هي اهبل دي كلمة يونانية ومعناها ساذج، هبلوس ده معناها. والكلمة التانية عبيط دي بقى كلمة فرعونية مكونة من كلمتين، وتعني كلمة معناها شخصية. يعني شخصية، يعني لو انت واحد ماشي في الشارع قال لك ايه يقصد ايه؟ شخصية. ما تزعلش منه، هو يقصد ان انت راجل شخصي. يعني ممكن واحد يقول لك ايه محترمة، يعني انت شخصية محترمة. اما الكلمة التانية فاسمها بيت، وتعني حمار، فتحرفت وبقت بيت عبيط، وهي في اساسها بيت تعني شخصية حمار. اما كلمة تنح بقى فدي تبقى كلمة قبطية ومعناها انه يستحي او يخجل، بس كده. ايها الاونطاجي. اونطاجي يعني ايه كلمة اونطاجي بقى؟ انا صلاح الدين الايوبي، اخو علاء الدين الايوبي. طبعا اخويا وحبيبي، ما هو اللي يضحي براسه عشان المتحف ده يعيش لازم يبقى اخويا وحبيبي. الحمد لله على السلامه ابو صلاح. أونطاجي تطلق على الشخص الكذاب، وهي كلمة تركية وتعني أيها السادة إنه لا يقول الحقيقة ودائما كذوب كذاب. أونطاجي. هنروح بقى لكلمة فهلوي ومعناها أفنطة، كلمة يونانية، وبهلوي يعني فهلوة برضه، مشتقة من كلمة فارسية، وهي تطلق على من يتميز بالشجاعة وسعة الحيلة. يعني أنا عايزك تتبسط وتزقطك كده عزيزي المشاهد لما حد يقول لك أنت راجل بهلوي يا بهلوي. أي حد بقى يعمل مشاكل مع التاني يقول له انا اجرسك وبهدلك، سكريناتك هتنسى، سيديهاتك عندي. دي بقى معنى كلمه اجرسك. يعني اجرسك وبهدلك معناها يعود للعصور القديمه، فالتجريس كان كنايه عن الفضيحه، يعني اللي كان عليه عقوبه كانوا بيحطوه على حمار زمان ويلفوا بيه في الشارع يفضحوه، ومعاه شخص راكب على الحمار دوت وبيحكي للناس الجرايم اللي هو عملها. عم سعيد الحلاق المعفن اللي تحت بيتنا ما بيغيرش الموس وبيحلق بيه لكل الناس. اما البهدله بقى فترجع لبهدله الشكل وان يفقد الناس احترامهم ليه. اما بقى سبسكرايب فمعناها انك تشترك حالا في قناتي، ولو ما عملتش لايك وتعليق هزعل يا بهلوي منك ليه. وادي المايك اهو. انا ما حدش يتوقعني. وشكرا ايها الساده، اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.